وده محبب على قلبي ان هو نادي الزمالك يفوق فجأة، ان هو يفوق، هيخلي النادي الاهلي يفوق، هيرجع بيراميدز الجحر بتاعه الاساسي. الجحر بتاعه الاساسي. الكوره في مصر اهلي وزمالك، اقسم بالله ما فيش، ما لهمش تالت، ما لهمش تالت. هيجي بعدهم الفرق الجماهيريه، الاسماعيلي، الاتحاد السكندري، المصري، دي تيجي بعديهم. انما احنا من ساعه ما النادي بيراميدز حط رجله في البلد دي، وحط رجله في الرياضه، دمر الرياضه، دمرها حرفيا. واكتر نادي اتدمر من بيراميدز وهم مش عارفين، او عارفين ومش عاملين نفسهم مش فاهمين، نادي الزمالك. نادي الزمالك حرفيا اكتر فرقه متضرره من نادي بيراميدز. الوحيد اللي اخذ مكانك. ما اقنع نفسك، اقنع نفسك وانت قاعد كده بشويه تفكير، هو ازاي اخذ مكان الاهلي؟ انت بتقول اخذ مكان الاهلي، اخذ مكان النادي الاهلي فين؟ اخذ مكانك انت. النادي الاهلي زي ما هو بياخد الدوري، زي ما هو بيبقى في المركز الاول، زي ما هو بيروح البطوله الافريقيه، زي ما هو بيروح كاس العالم للانديه، زي ما هو بيلعب في الانتركونتيننتال، كل ده بيلعب معاه النادي، زي ما هو برضه بيلعب في كاس السوبر الافريقي. هو النادي الاهلي. السنه الوحيده اللي خرج منها النادي الاهلي السنه اللي فاتت، مين اللي كان المفروض كان يكون مين؟ نادي الزمالك. بيجي مكانه مين؟ بيراميدز. يبقى اخد مكان مين؟ اخد مكان الزمالك. بالعقل والله العظيم، اقسم بالله العلي العظيم، انا من الشخصيات اللي بحب نادي الزمالك. بحب انا لما الزمالك فايق كده، عارف ومتاكد ان النادي الاهلي هيجز، هيجز بايديه واسنانه، هياكل النجيل عشان نادي الزمالك فوق. وده محبب علي. واتمنى الخير، والف الف مليون مبروك للنادي الاهلي. ووصلوا لنقطه، وصلوا للنقطه ال40. وطبعا اتمنى تعادل نادي الزمالك بكره، ومحدش يزعل مني، او هزيمته باي شكل من الاشكال. ودمتم في امان الله.